السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخويا وجدت اليوم بفيديو جديد. الفيديو هذا طبعا اللي هو بإذن الله تعالى راح ندرب اليوم النادي الأعرق في أوروبا، أفضل نادي بالتاريخ، ريال مدريد، عشان نحقق معهم بعض الأهداف. بتقول لي تحقق معهم أهداف، ختموا اللعبة 15 أبطال، 36 دوري إسبانيا، مش عارف قديش معهم. بقول لك تدربهم عشان نحقق بعض الأهداف البسيطة اللي هي نحقق لهم 20 دوري أبطال، هيك نحقق لهم 40 لليغا، نخلي معهم 40. بدنا نحقق لهم ايش؟ كأس الملك، لأنه مدريد يعني عنده عقدة بسيطة مع كأس الملك. ونحقق بعض البطولات البسيطة زي مثلا السوبر الإسباني، هذا سهل على مدريد، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وهاي البطولات البسيطة الهامة. وكل هذا بدنا نعمله ب7 مواسم بس. طبعا مستوى الصعوبة عالمي، أنا مش لاعب ألعب مطلق ولا نص لاعب ألعب أسطوري، عالمي عقدي حلو. وتستغربوش إذا بخسر من نادي قادش. مدة الشوط خليها 5 دقايق، لا بدنا إياها يورو، مش عارف ليش بس. مفعل، استحواذ المالي معطل، خليها صارمة. عروض عمل دولية، مفعل لعل وعسى، لا لعل، لا بدناش معطل. مفاعل تقدم. ما أحلى التشكيلة هيك، والله إنها طالعة بالجنة. أول إشي أنا كإنسان عمر بلاش غير 4-3-3 والهجومية. تشكيلتي تشكيلة مدريد مش هتكمل غير بالتعاقدات، والحمد لله بيريز معطيني 224 مليون يورو أعمل أتدبر فيهم. أوكي تقريبا انتقال يا سيدي، بعطيك 100 وكام و90 مليون لولدنا امبابي الجديد. لو سمحت وافق على السريع، لو سمحت وافق على السريع. ايه والله وافق. راتبه الحالي دوره بالفريق اكيد حاسم. مش هحط خوسيلو يعني مكانك، انه خوسيلو. بدنا اياك 5 سنوات يا ولدنا امبابي، 5 سنوات الكليان، تجاه شرط جزائي، بدنا شرط جزائي. راتبه الحالي 230,000، كلا حرام. 270,000، شو رأيك؟ والله حلوة. وخذ مكافأة توقيع 2,000,000. والله وافق، هذا عرض جيد. بعد تعاقد مع مبابي ظل معنا فقط 18 مليون. جدني مصرف. هسا كيف نجيب مصاري بهاي 18 مليون؟ أول إشي أنا شو ناوي أعمله؟ ناوي أعمل إيش؟ أجيب لاعب هيك تشكيلة ممتازة. بدي أخلف فران جارسيا لأنه بيلعب RB وLB، وبدي يا أبيع يا ألابا حلو يا رودير حسب التطور حلو. وبدي أبيع يا توني كروس يا لوكا مودريتش، أساطير النادي، ولكن بدنا مصاري. أهداف التشكيلة اللي هي مبدئيا بدي لاعب بديل لكل لاعب باستثناء خط الهجوم. بدي الوسط كامل له بديل. التشكيل اللي يمكن ألعب فيها مبدئيا بحال ما بعتش لاعب. أول عرض للونين 7 مليون، كم قيمته السوقية؟ 7,900,000. خذه يلا. سيبايوس 24 مليون، قيمته السوقية 24,800. شو هذا اللابزك؟ جد ينكر خاص، أعطوني إياه بس 25 مليون ونص، وألف مبروك عليكم. 25 مليون ونص، يلا. أرجو أن توافق لأن أنتم معكم مصاري. والله وافق، كفو. بريم دياز عرض انتقال. إذا مش شو هذا؟ طب خذوه ب40 مليون، يلا 40 مليون. قيمته السوقية زدتولي 200,000، 40 مليون. ألف مبروك عليك اللاعب. بيفيد بريم دياز لعيب صدقني. وافق والله انك تفهم، مش زي بعض الناس. 25 مليون ونص بدها سيبايوس. شوف يا سيدي، أول شيء زادت لاعب المقايضة حلو. وهنا قرر عمر أن يفعل أغبى حركة في تاريخه. ألعب 37 مليون، تقديم عرض لا حلو. يلا لا بعت 28 مليون ولك بالغلط.
ولك لا بقدرش ألغيه. ها بدي أحط له عرض 40 مليون. والله غالي صارت تمسك بوجهي. نعم كم بالله كم 40 مليون. ولك زلمة جميل. لا هاي أسوأ صفقة بعملها بتاريخي. أكيد أف، إذا بتعطوني غير أف بتكونوا حمير. 30 مليون ممتاز. شوف أنا غيركم بنجرب معكم 20 مليون. لا الحمد لله شو ولا 10 مليون. ألو 20 مليون كده تختيم العرض. شو رأيك كلوب؟ عرض مضاد. طيب كلوب 19 وشيل لي 800 كلها 200,000 زيادة. يلا يا زلمة يلا يلا يا كلوب كلها 200,000. أيوة يا زلمة. مين غدرنا؟ لوكاس فاسكيز لليفربول 19 مليون. بعد كل التعاقدات الفخمة كم صار معنا ميزانية؟ 180 مليون. ولك أنا بفهم ألفونسو ديفيز 52 مليون وعمره 22 سنة بفيدنا، بفيد المنظومة كثير. وهي أحلى 60 مليون لأحلى ألفونسو ديفيز. شو رأيك توافق؟ والله وافق. ألو 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 ألو. طيب موافق على كل شيء. أنا موافق على كل شيء بس بدي شيء المكافأة. مش قاعد لك على بنك أنا يا سيدي. روح قبول 60 مليون يورو. 113 مليون. جمال مسيالا حقه 134 مليون. اللاعب القطاع بدنا كمان شوية فلوس عشان نجيبه يعني 8 مليون. تعرف انه بيفهموا اللي بيعطوه لنا برشلونة بده مودريتش. طب تعالوا لي برشلونة 30 مليون بلوكا مودريتش. انا هذا ببيعه اسطورة في النادي ان شاء الله عليه محقق كثير ابطال. 30 مليون. الف عليكم الف عليكم الف مبروك عليكم لوكا. برشلونة معاهم مصاري. يلا وافقوا. شوف ما عنديش شروط عند البيع. ما شروط عند البيع ولا بقول لك 30 مليون. عجبك ما عجبك مع السلامة. اسمع ولا علي جاي. بقول لك 30 مليون حط لي 5 إذا تبقى لي قاعد شافي ولا معكم مصاري قد الدنيا. انتوا بعرفكم برشلونة بعرفكم. يلا خير شيء. مش موافق انقلع. فيش مودريتش تفكروا ببلاش. اول شيء تشيلسي ازالة اللاعب بديش لاعب. تقديم اسم انتقال. ايوه 56 بدي اخذ منكم 70 مليون. شو رايكم؟ اسمعوا ولا تشيلسي معكم مصاري كثير تبلوش علي. يلا هات 70 مليون. احسنت 70 مليون والله بتفيدني جدا. ولك مع السلامة طريقك خضرة برا النادي. مين غدرنا؟ لونين 8 مليون. تفهم بدنا نشتري جمال الموسيالا. حلو جمال هذا لاعب رح يفيدني كثير خط النص. أنا متأكد لأنه لعيب وعمره 20 سنة كمان. قيمته السوقية 134. بنعطيك سيدي العزيز 150 مليون. أرجو الموافقة والموافقة. ألو نعم. تحلم صح. تحلم خليك أكون ناسيك كاية. توكل من هون 60 مليون. لا أقول لك يلا حبك حب. وبلش يقل بلش يقل. شوف عم تطلع قديش بضل معي 44 مليون. أوافق ولا مثلا عرض مضاد؟ يا رب ما أندم. 65 مليون. وافق بالله عليك وافق. لا تكون طماع. ايش سعدتينا؟ شو هذا؟ اعطوني ديفيز بسهولة. دور الفريق بدي اياك حاسم الجملة. بس يا 5 سنوات اكيد ليش لا. يا رب يحطوا لي الراتب. شرط جزائي بدون بتكوش خلاص. بديش انا احط الراتب بكره راتب. طب نعطيك
نعطيه 150,000 يعمل 1,500,000. شو اللي مليونين؟ توكل. يا رب يوفق، يا رب يوفق، يا رب يوفق. نعم، كل 5 مشاركات تاخذ 1,000,000 وشي. شيل المكافأة حب. روح زيدوا على الراتب عادي عادي عالشهر. روحوا ولا كل 5 مشاركات تاخذ 1,000,000 وشي. توكل. قوية 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 قوية. فإن شاء الله يعني رسمتها ببالي، مش نفس التشكيلة اللي كنت ناوي أعملها، بس إنها مقبولة مقبولة. فشو يعني مقبولة؟ يعني هسه بإذن الله تعالى بنبلش الموسم الكروي، بنشوف شو ظل لعيبة بقدر أبيعهم عشان أبيعهم واكسب منهم مصاري، عشان أحاول أشتري RB بديل لكرفخان، لأنه يعني الشاب مختير ضغطه 82. فيا رب إن ألاقي RB. أعطيت خطة تطوير لكل اللعيبة، فنلعب أول مباراة أبرز الأحداث أو مؤتمر صحفي. مع نية اللعيبة بكرهها. هذا الشيء بالنسبة لو شيلوا من فيفا أحسن شيء، بدل على الواقعية بس بغزي. لازم ترفع معنوياتهم. خلصنا مؤتمر صحفي، رفعنا معنويات اللعيبة شوي. المباراة الأولى تعاجزت ألعبها، فمثل محاكاة. الحمد لله فزنا 2-1 بشق الأنفس. رودريغو ومبابي بداية حلوة للفريق. وبس لما يكون خلصنا كل شيء، أتمنى إنه هذا المقطع يكون نال إعجابكم، وأتمنى عن جد يكون نال إعجابكم. كثير عملت أشياء، قد ما بعت لعيبة واشتريت لعيبة وعملت خط المباراة. صح إنه هاي الفيديو فيش ولا مباراة ما أعطيناش تلميح على أي هدف من الأهداف، بس المقاطع الجاية كلها مباريات ويلعب ويضرب ويسدد وشوت ويعمل. حكيم راح للسيتي. المهم ويلا ما سلام.